بسم الله الرحمن الرحيم. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لقيت معجزت يا إبراهيم من حوالي سنة، وكنت منفصلة عن زوجي وعيالي في من تقريبا في السنة ذيك لي 4-5 شهور، وكلمتك وكان وضعي ما ينحسدش عليه. تمام. المهم فوصلت ولله الحمد على سورة البقرة يومي، تو لي سنة ونص يومي ولله الحمد، توفيق من الله، هذا مش مني. سورة الحمد تمت يعني على طول مواصلة، سورة البقرة مواصلة عليها، ولكن في الفترة الأخيرة قعدت ننضغط نفسيا، فحتى عيالي انقطعوا علي مع الجوني، وبعدين تمت النفسية كل يوم تضعف. لكن في يوم من الأيام قررت مع سورة البقرة إني نمسك ورد يومي للاستغفار. قعد الاستغفار ماسكة السبحة الإلكترونية، استغفار في اليوم ما يقرب ولله الحمد توفيق من الله 10,000 9,000 7,000 فما فوق. هو الصوت راح من عندي أو من عندكم؟ لا عندي عشان الصدى بس. كمل استرسلي. تمام. بعدين هو لما قلت أنا الآية الكريمة عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، أيام فترة الزواج والعيال كانت الحياة لهيتني عن ربي 180 درجة، دوبك صلاة، دوبك فرائض فقط. ولكن سبحان الله من بعد الابتلاء اللي بلاني ربي فتأكدت إن الله يحب عبده، لما يحب الله عبده يبتليه، فابتلاني بفراق زوجي اللي كنت معه 10 سنوات، وابتلاني بفراق عيالي سيبتهم. قعدت نقول أكيد فيها حكمة من الله، أكيد الله بيبين شيء، يعني مستحيل هيك، مستحيل إن بنتفارقوا، إن حشا الله إن ربي لا قال لا خليها نفارقها، إن نحرق كبتها أو نبعد على عيالها، لا فيها حكمة. الموضوع اللي صار إن أنا نبي نرجع حكمة الله شنو اللي اكتشفته، إن الله يحبني، اللي قربني له وخلاني ولله الحمد الصلاة مع النوافل، مع سورة البقرة، مع سورة ياسين، مع الأذكار، مع الورد، مع تقرب كل يوم في حاجة جديدة، كل يوم في ورد جديد خش حياتي، كل يوم نتقرب من الله أكثر وأكثر. فمن حوالي 10 أو 15 يوم مسكت ورد الاستغفار بأرقام ولله الحمد كل يوم زيد على الرقم اللي قبله. في موضوع ما كانش في بالي، موضوع اني نمشي عمره ما كانش في بالي نهائي. قعدت ماسكه الاستغفار ويا ربي متوكله عليك اللي فيها خير جيبها. من بعد 5 أيام الورد الاستغفار، فكان عندي مبلغ عند حد فجاب لي المبلغ، انا نسيت موضوع المبلغ هذا، على اساس لما يجيب لي المبلغ انا كنت نبي نشري بيه حاجه ذهب. تمام. سبحان الله، في لمحة بصر لقيت روحي مكلمة شركة وحاجزة للعمرة. مش في بالي الموضوع، مش مصدقة. فلما سجلت قلت لهم أقرب موعد إني نقدر نمشي أمتى؟ قالوا لي أقرب موعد في نهاية 12، يعني يدخل عليك رجب وأنت في مكة. فصبيت وصليت ركعتين لله، فقلت لي ربي الحمد لله عرفت الابتلاء اللي بلتني ليه، إني تبيني نقرب منك، وإنك تبي مش حتقبض روحي إلا وإنت راضي عني. فقعدت في الاستغفار وورد الاستغفار، وأنا عيالي لي 7 شهور ما شفتهمش، يعني مش شوي 7 شهور علي مش شوي. قعدت الاستغفار من بعد ما حجزت التذاكر للعمرة، من بعدها ب5 أيام من بعد الاستغفار رن جرس، لما خش لقيتهم عيالي خشين علي، فحمدت ربي وقعدت كل يوم نقول يا ربي نسأل الله الثبات والتقرب، وفي كل ركعة يا رب ردني إليك ردا جميلا، يا رب ردني إليك ردا جميلا. فالآية الكريمة عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، يعني مش في وقت تقول لا ربي بعدني على عيالي، ربي بعدني على زوجي فيها شيء، لا بالعكس، ربي ما دار شيء إلا وفيها حكمة، ولله الحمد، يعني الحمد لله راضية كل الرضا. صح بعد على أطفالي وبعد على زوجي، ولكن ولله الحمد راضية، لأن الله خلاني نتقرب منه. يكفي إني مش حتختم علي سنة إلا وأنا في أشرف بقاع الأرض، يعني فهذه بروحها نعمة وفضل. فنالي إني بنقولها، ما فيش حد لما تجيه بلاء يقول ليش يا ربي، لا، إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. دائما خليها على لسانك في كل بلاء يأتي إليك.
فلله الحمد ولله الشكر مع الاستغفار وقراءة سورة البقرة يوميا. غيرها أني ناخذ في رقية ضروري كل شهر ندير رقية. وحاليا في رقية مية ونحط فيها في السدر، ناخذ في 7 ورقات سدر ونحطهم بين حجرتين ونشرب منهن ونغتسل منهن. فلله الحمد فلله الحمد فلله الحمد. يعني نحب اني نقول واظبوا على الاستغفار، على الاستغفار وصلوات النوافل والوتر والضحى ما يسيبنش. والله الدنيا فانية ومش حناخذ منها شيء، فالتقرب من الله هذا أجمل شيء. الله دنيا فانية ما راح ناخذ منها شيء، والتقرب من الله هذه في كل كل حياة. شيء. والله ما شاء الله. الله